يوم جديد في بوسطن هو الاخير اللي غادي ندور فيه. هنا غادا لواحد الحي اللي معروف فيه بالمنازل القديمه واللي شكلها زوين وكيتصوروا فيه، وداكشي اللي درتو هنا. وانا بعد ما كنصور راسي مشيت لهاد البارك. وهاد البارك طبعا هنايا كنوريكم راسي. عقلوا على هاد اللعيبه هادي لانه بلا نهضر مازال جايب فيديو اخر بنهضر. كيف ما نتوما عارفين طبعا انا كنحماق على الحيوانات والطيور وجميع المخلوقات الجميله، وخاصه البط. وهادو جمهور اسكتلندا خلاو الاثار ديالهم هنا في هاد البطه ووليداتها. عاوتاني بطه، انا البط كيشوفني كيجي عندي. هادي غادي تهضر معايا كاع. ها هي اللي قلت لكم فيديو بلا نضاضر وفيديو بنضاضر ضروري. هادوك كاينه واحد اللعيبات كانوا كيركبوا فيهم، ولكن دوماج لقيتهم سالا وكنت باغا نركب وندور حيتاش كيعجبني هادوك اللعيبات ديال البيدال اولا الدوران عامه في الماء كيعجبني. وهنا هادي ستاتيو معروفه عندهم. وهنا شديت عاوتاني اوبر وغادا واحد البلاصه اخرى اللي هي مارينا. ولكن اول حاجه غنديرها فاش نوصل هي غادي نقلب على فين غناكل. كالعاده الاكل ضروري للحياه. باش خلاتها حنان فاضلي خاصني نتفكرها. on mange pas pour vivre on vivre pour manger. الا عقلتوا على ديك السلسله اللي كانت دايرها. وانا طبعا كنت بوزا تاني جالسه في هاد الريستورون اللي هي ريستو تابعه لواحد لوطيل كتطلع على المارينا بشكل مباشر. طبعا بغيت نركب في الفيري وداك الشيء ما لقيتش. هنا طبعا انا ما كنخليش ما كنشيطش عليا اي حاجه مخلصه فيها رزقي ناكلها ونكملها حتى كنخلي الطبسيل كيشعل. ايوا يا المشاهدين هنا كنت مقوسه على مصر خليتهم خاسرين. قلت صافي هادو راه خاسرين نوض نكمل الدوران. مشيت كملت الدوران. لقيت طبعا الفيري صافي سالا وكنت باغا ندير جوله فيهم ما لقيتش. صافي تصورت حداهم درت فيديوهات حداهم وصافي مطمئنه ان راه المصريين خاسرين. طبعا شفتوا ديك البلاكه راه فيها كازابلانكا باش تعرفوا. كازابلانكا راه فين ما مشينا كنلقاوها. فين ما مشيت في العالم كنلقى شي ريستو سميتها كازابلانكا شي حاجه سميتها كازابلانكا. المهم كازا حاكم العالم. المهم بغيت نقول لكم ملي مشيت تصدمت بالنتيجه ان كانت مصر ربحات. وكالعاده صافي سالا اليوم ديالي هنا ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.